السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا مرحبا وسهلا فيكم جميعا. جمعة مباركة على الجميع والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال. طبعا من أمس كل الرسائل أنتوا ليش ما تتكلموا؟ أنتوا ليش سكتوا؟ أنتوا ليش قاعدين تلمعوا الصورة؟ ما لمعنا الصورة إحنا. أولا على أساس تعرفوا أن العراق وأهل العراق ما لهم علاقة باللي صار. اللي صار خطأ من اللجنة المنظمة وهي اللي تتحمل كافة المسؤولية في هذا الجانب، لأن أهل العراق أبدا ما لهم دخل في الموضوع، لأن الناس تقول هذا اللي تمدحوهم وهذا اللي تقولون عنهم وهذا اللي تقولوا تعالوا ما تعالوا. هذه الأشياء كلها ما لها علاقة في اللي صار أمس. ما نتكلم عن هذا الجانب، نتكلم عن الأمور التنظيمية أولا وأخيرا، لأن حق جمهورنا مسألة أو مسؤولية اللجنة المنظمة واللجنة الأمنية في الملعب، ومش مسؤولية العراق وأهل العراق في هذا الموضوع. لازم نحط هذا الشيء في بالنا. لا أنا ولا واحد غيري يقدر يتكلم في هذا الموضوع ولا حتى يقدر أنه يعطي فيه قرار ولا شيء. والاتحاد لما شاف أن الوضع مناسب طلب من الجمهور أنه يروح للملعب، ووصلوا إلى الملعب. وين جلسوا وليش جلسوا بهالطريقة؟ هذه كلها أمور يتحملها الاتحاد وتتحملها اللجنة المنظمة. ليش جمهورنا انظلم في مقاعده؟ هذه مسألة يتحملها الاتحاد ويتحملها اللجنة المنظمة. ليش الاتحاد اتخذ قراره بأن يلعب المباراة؟ أيضا هذه هي مسؤوليته هو، مش مسؤوليتنا احنا. أما العراق وأهل العراق فاحنا راح نمدحهم وراح نثني عليهم حقيقة يعني، ولو مهما قلنا احنا مقصرين في حقهم، لأن ما شفنا منهم إلا كل خير، وبس معانا احنا، معانا ومع كل شخص زار البلد خلال الفترة الماضية. واعتقد هذا الشيء واضح من الجميع. خسارة المباراة النهاية لا تخلينا احنا نحكم بأحكام ننسف فيه الأشياء اللي صارت قبل. نعم في أخطاء صارت في الافتتاح، صارت في النهائي، لكن هذا ما يعني البطولة فشلت، ولا يعني أن البطولة ما نجحت، ولا يعني أن التنظيم مثل هذه الأمور تحدث في كل مكان وفي كل العالم. مش عشان أن احنا خسرنا المباراة خلاص معناته أن كل شيء ما زين. كل شيء ما زين صار بس لأن احنا خسرنا المباراة. نتكلم بالمنطق شوي وبالعقل شوي، بعيد عن كل شيء. العراق على عيننا وعلى راسنا، وأهلها على عيننا وعلى راسنا. صراحة ما 17 يوم واحنا ما نشوف منهم إلا كل خير. يعني حتى عيب في حقنا ان احنا نجي ونتكلم عليهم بطريقه مو حلوه. عيب في حقنا ان احنا نطلع ونقول كلمه على اهل العراق، ننتقد التنظيم، ننتقد اللجنه المنظمه في بعض الامور. الاخطاء وارده في كل مكان في العالم، بلد ما نظم من 43 سنه، فلازم يكون في خطا. واحنا جايين البطوله اصلا عشان نساعد اهل العراق على تنظيم هذه البطوله. اي نعم. اما ان احنا عشان خسرنا ننسف كل الجهود، فهذا اكبر غلط. اكبر غلط. نحن ننسف كل الجهود المبذوله من الدولة أو من الموجودين عليها وشغالين على البطولة، وحتى من الناس اللي موجودين في البلد، ومجرد أن احنا بس خسرنا المباراة النهائية. تخيل السيناريو بس لو كان أي فريق آخر موجود، ما راح كنا راح نتكلم بهذا الموضوع ولا راح تطالبون.